النهاردة هنتكلم عن موضوع بيمس كل بيت، كل أب وكل أم وكل ولد اتقال له هو صغير مفيش راجل بيعيط. طيب هو مين قال كده؟ هو مين قرر إن الراجل يبطل يكون إنسان؟ من واحنا صغيرين بنسمع الجملة دي تتكرر، الولد يقع ويتعور أول كلمة تتقال له قوم ما تعيطش انت راجل. الولد يزعل أو يتضايق يتقال له استر دموعك مفيش راجل بيعيط. لكن الحقيقة الراجل قبل ما يكون هو إنسان، وبالتالي عادي يزعل، عادي يتألم، عادي يضعف، وعادي جدا يعيط. المشكلة إننا بنربي أولادنا على إن الدموع عيب وإن التعب ضعف، لكن لما يكبروا نلومهم لما يبقوا جامدين زيادة، ما يعرفوش يعبروا عن مشاعرهم أو ما يعرفوش يحنوا على مراتاتهم أو أولادهم. إحنا اللي بنكسر جواهم الحتة دي من الأول. يا أمهات يا آباء، ابنك لما يعيط سيبيه يعيط، مشاعره مش عيب. اوعوا تفتكروا إن الدموع هتقلل رجولته، بالعكس الدموع هتزوده إنسانية، والإنسانية هي أساس الرجولة. تخيلوا كده لو كل راجل كاتم جواه، ما تعلمش يعبر، ما تعلمش يطلع حزنه، هتبقوا مستغربين لما تلاقوه بعد كده بيتعصب بسرعة أو بيكسر أي حاجة أو حتى بيمرض، لأن اللي ما بيطلعش بره بياكل جوه. وعلى فكرة الدموع مش ضعف، الدموع شجاعة، الدموع اعتراف صريح، أنا تعبت، محتاج أتكلم، محتاج حد يسمعني. يعني لما ابنك يعيط ده دليل إنه لسه قادر يتواصل مع نفسه ومع اللي حواليه. لكن لما يتربى على الكبت هتلاقوه بعد كده ساكت، قاسي، متبلد، وساعتها تقولوا الرجالة بقت ما عندهاش مشاعر. طب ما هو إحنا السبب يا جماعة. الرجولة مش يعني ما يعيطش، الرجولة يعني يتحمل، يواجه، بس برضه يكون عنده قلب. الرجولة يعني يعرف يفرق بين وقت القوة ووقت الضعف، وما يخجلش من إنسانيته. تعالوا ناخد أمثلة من حياتنا اليومية. الأب اللي طول عمره شايل هم عياله، لما يشوف ابنه بيتجوز أو بنته لابسة فستان فرحها دموعه بتنزل من غير ما يحس. هو ده ضعف؟ لأ، ده قمة القوة، إنه يبان على طبيعته. الأخ الكبير اللي شايل مسؤولية البيت بعد أبوه، أول مرة يشوف أخته تعبانة أو محتاجة مساعدة ودموعه تنزل، يبقى كده قلت رجولته؟ لأ، دي دموع حب وخوف. الزوج اللي بيقف جنب مراته في لحظات صعبة لما يعيط معاها عشان يخفف عنها، يبقى كده مش راجل، بالعكس دي أرقى درجات الرجولة. وخليني أقول لكم حاجة، كلنا شفنا لحظة الدموع غلبت أقوى الرجالة. لاعب كورة خسر بطولة، فنان وقف على المسرح واتأثر، قائد جيش ودع شهداء بلده. هل ساعتها قلنا عنهم مش رجالة؟ لأ، بالعكس اتأثرنا معاهم وافتخرنا بيهم. اللي عاوز أقوله الدموع مش بتنقص من الراجل، الدموع بتزيده الإنسانية وبتخليه قريب من قلوب الناس. لكن للأسف بسبب التربية الغلط في رجالة كبرت وهي مش عارفة تعيط، جواهم حزن، قهر، غلب، بس مش قادرين يطلعوه، فبيبانوا قدامنا قساه أو بيتعبوا في صحتهم. وده اللي بيخلي معدل الأمراض النفسية والجلطات الضغط يعلى عند الرجالة أكتر. ليه؟ لأنه كاتم جواه ومش لاقي مخرج. طيب الحل إيه؟ الحل يبدأ من التربية. من النهاردة بلاش نربي ولادنا على ما تعيطش، سيبه يعيط، سيبه يطلع، علمه إن الرجولة مش ضد الإنسانية. وفي الآخر لازم نفتكر الدموع مش دليل ضعف، الدموع دليل حياة. طول ما انت قادر تبكي يبقى قلبك لسه بخير. فاكرين لما زمان كانوا بيقولوا مفيش راجل بيعيط؟ طب هو مين قال؟ اللي قال كده كان غلطان. الصح ان الراجل عادي جدا يعيط، وعادي جدا يقوم بعدها يكمل حياته ويبان أقوى من الأول. واسأل نفسك دايما هو مين؟